تصريح من تشافي بعد فوز برشلونة على إلتشي. ضربة قوية على رأس برشلونة قبل الكلاسيكو. تصريح من تشافي بعد فوز برشلونة على إلتشي. عبر تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة عن سعادته بفوز فريقه على إلتشي برباعية نظيفة في إطار منافسة الدوري الإسباني، وسجل رباعية الكاتالان على ملعب إلتشي كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين، وأنسو فاتي هدف، وفيران توريس هدف. وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت كاتالونيا: اليوم صارت كل الأمور بصورة مثالية. ليفاندوفسكي سجل هدفين، وفيران سجل هدف، وأنسو فاتي سجل هدفا آخر، جميعهم استحقوا التسجيل. وتابع: من الرائع تدريبهم. أنسو على وجه الخصوص عمل بكد كثيرا من أجل الفريق. الهدف الذي سجله جاء حصادا لنتيجة عمله وموهبته. وأضاف مدرب الكاتالان: اللاعبون جميعا اكتسبوا مزيدا من الثقة، المهاجمون يعيشون في النهاية لتسجيل الأهداف. وتابع: أنا سعيد من أجل الفريق بشكل عام، اللاعبون الذين لا يشاركون كثيرا لعبوا وقدموا أداء بأعلى مستوى، هذا انتصار مهم لنا. ابتعدنا بفارق 15 نقطة على ريال مدريد، وارتفع رصيد برشلونة بعد الفوز في مباراة اليوم للنقطة رقم 71، يحتل بهم الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يأتي في المركز الثاني ريال مدريد برصيد 56 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل. ضربة قوية على رأس برشلونة قبل الكلاسيكو. تلقى نادي برشلونة ضربة قوية على رأسه قبل مواجهة كلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد في ملعب الكامب نو مساء الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وتتمثل الضربة في غياب الهولندي فرينكي دي يونغ متوسط ميدان البارسا بشكل شبه مؤكد عن المباراة، حسب المعلومات التي ذكرتها يومية أصل إسبانيا اليوم الأحد. وأفادت الصحيفة بأن اللاعب أنهى الحصة التدريبية يوم أمس السبت بأحاسيس غير جيدة على الإطلاق، ما يجعل فكرة تواجده في مواجهة ريال مدريد أمر مستبعد بنسبة كبيرة للغاية. وبناء على المعلومات الواردة في الصحيفة، فإن تشافي هرنانديز مدرب البارسا سيتجه للدفع بالإيفواري فرانكي جيسي في التشكيلة الأساسية بدلا من فرينكي في خط وسط الفريق، ويعني ذلك أن خط وسط برشلونة في الكلاسيكو سيتألف من سيرجيو بوسكيتس وفرانكي جيسي وسيرجيو روبرتو وغافي، علما بأن الصحيفة المدريدية ذكرت أن غياب فرينكي سيستمر لمدة أسبوعين المقبلين، ويغيب لاعب الوسط الهولندي عن مباريات كلاسيكو وجيرونا وخيطافي، على أن تكون عودته في مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري المحلي في أواخر أبريل الجاري.